الخير بنات، شلونكم؟ اخباركم؟ اموركم؟ هواي مشتاقة لكم كومات. واعتذر لانه دا اخر تنزيل فيديوهات بسبب ضغط العمل وشغل ووقت ماكو، فحاول قدر الامكان بين فترة وفترة ننزل لكم فيديونا اليوم كلش حلو، روتين صباحي، روتين كله نشاط حيوية. عندنا صديق ابو علي جاينا من الليل، يعني من قبل ليلة اجانا ودا احضر له هسه. حبيت اليوم يكون الفيديو يعني على بساطتنا، على طبيعتنا. يعني شنو اللي راح يصير ويانا راح نسويكم اياه بشكل مباشر او بصورته اللي هي موجودة. طبعا قعدت انا من وقت قعدت ابو علي، لان احنا متعلمين بعد شوية من وقت، واليوم انا عندي اجازة فقاعدة بالبيت. فبديت اول شيء احضر الشاي، فكان على بالهم جاي اسوي لهم ريوق عراقي يعني بحت. سويت لهم مخلمة، بس المخلمة هالمرة شوية مختلفة عن مخلمتنا العراقية، بها إضافة واحدة تختلف عن باقي الإضافات. طبعا طلعت من الصبح رحت جبت صمون حار من الفرن أو من الماركت، لأنه يعني ما عندنا صمون وعطلة كم يوم صار وشي ماكو كلها معزلة. فحضرت هنا الشاي أول ما حضرته، وحضرت القاسمة زيتون قشطة، هل عندي قشطة إيرانية هواي طيبة، أو مربى مثلا أو عسل وشنو المتوفر عندي طلعته. هنا أنا بديت أحضر أغراض المخلمة اللي هو شنو عبارة عن بصل وطماطة احنا متعودين عليها وبيض، بس أنا ضفت لها قلت لكم إضافة ثانية طلعتها غير شكل، لأنه هاي الإضافة دائما بالمطبخ الإيراني موجودة، يعني المخلمة الإيرانية يسووها هيجي، بس أنا سويتها على طريقتنا العراقية مو على الطريقة الإيرانية. هنا نزلت البصل طبعا حمسته زينة ومعدلة لحد ما يتحمص، قاعد أصفط الصمون. فبنات اللي شافتني وصلت لي هنا يعني هاي اللقطة، أتمنى إن الكل يشترك، اللي ما يشترك يشترك ويفعل الجرس على الكل، ولايك حلو وتعليق حلو، لأنه اللايك والتعليق يرفع من الفيديو. يعني أنا أتمنى من الجميع ولو يعلق بنقطة، يعني مو فشي صعب عليكم، ويحط لنا لايك إذا عجب الفيديو، هم مو صعب عليكم. زين عيني على مود شوية يعني الفيديو مالتي يصعد، لأنه والله دا أتعب وأصور، فبعد تبقى هذه يمكم ويم كرامكم. هنا أنا بعد ما حمست البصل نزلت الطماطة، حمستها حمسة زينة ومعدلة، نزلت عليها ملعقة أكل معجون الطماطة، هو هذا السر. حمستها محمسة زينة، رشيت له ملح، رشيت له فلفل حار، ونزلت البيضات هسه عليه وتركتها لحد ما تستوي البيضة عندي تماما. قلبتها وشوفوا لي شكلها ايش قد حلو طلع. فهسه بعد اجا وقت يعني الريوق، لازم يقومون الزلم يقعدون على السفرة، وهنا بلشنا نحضر نصب شاي ونتريق. وهنا بعد ما خلصنا ريوق وصلنا لهذا المقطع، مقطع ماكينة القهوة. طبعا هاي ماكينة القهوة اشترى لها أبو علي وتينا من الجمعة السوداء. طبعا اشتروها على الانترنت، أنا ما أدري، فاجئوني بالمكناسة وفاجئوني بالماكينة مالت القهوة. طبعا هذا الفيديو مصورته أنا مال الماكينة ودمجته ويا هذاك الفيديو اللي عندي، فقلت خل أسوي فيديو كامل، لأنه أصور مقاطع وبعدين أدمج وأسوي. فهذا مصورته أنا كلش من زمان. فهاي الماكينة فليبس 3200، نوعيتها بنات روعة روعة روعة. أخذناها تخفيضات، ويعني تخبل غنتني، يعني غنتني عن القهوة مع البر، لأنه دائما أنا وأبو علي وايد نروح للكافي شوب أو كافينات نقعد أو بالماكدونالدز نشرب قهوة كلش هواية. فبعد هاي جبناها خلصتنا يعني من مصاريف القهوة برا. شوفوا لي عليها بسم الله تبارك الرحمن تجنن، يعني تخبل عبارة عن ستيل، ويعني صدق روعة وتستحق واحد يشتريها. وأخذناها بالتخفيضات حول 570 يورو، لو 580 يورو هي سعرها بالألف يعني. فأخذناها بالتخفيضات لأنه نص القيمة. وهنا الكتالوج مالتها والفلتر ودولكة الحليب وصينيتها ستيل، فهي عبارة عن ستيل، يعني دار مدايرها كلها ستيل. ويعني قلت أنا كنت خايفة من عندها من جابوها، لأنهم ما استشعروني وخذوها، بس تينا تقرأ لأبوها وتترجم. المهم طلعت رأسا على السريع جبت القهوة حضرتها
لأنه قلت بعد لازم نجربها، لأنه على مود نقدر نرجعها إذا مثلا بيها عضلات لا سمح الله أو بيها شي. طبعا تسوي كل شيء، يعني شنو تتوقعون تسوي الكافيه العادية، كابتشينو، لاتيه ماتشيتو، أمريكانو، تسوي ماي حار هم بيها، واسبريسو طبعا هذا يعني بيها، والفلتر مال ماي تعطيك يعني إذا الماي ما بيها ماي أو انترست، يعني انترست بزر البلث مالت القهوة، يعني تعطيك بيها إشارات وعلامات كل شوي. وإذا حابين أشرح لكم عنها يعني في فيديو ثاني أنا بعيني أشرح لكم عنها. هنا بديت أسوي ركن القهوة، يعني عندي هاي الرف كنت حاطته بالكاونتر خالي بيه الماعين، فجبت هنا نظفت المكان، صفطت هاي الكواب وجدد أخذتهم من الأكشن يخبلان. رحت أرد أخذ غير لون ما لقيت من عندهم أبد. هنا أنا خليت العلبة مالت القهوة خليت يمها شكر، لأن مرات تينا تسوي قهوة تحب شكر وياها، وبعد تعرفون النسوان وحبش كلياتن يجيبن ويغيرن. فبما أنه قلت مسوينا منا ركن قهوة خلينا نسوي ركن عصاير بنفس الوقت. فعندي هاي السيرومات أني أشتريها من الأديكا، هذاك سيروم النعناع وهذا سيروم الزنجبيل. فدائما نسوي عصاير يعني، فيعجبنا لو يجون ضيوف نسوي عصاير أوروبية. وهذا همينة عصير الرمان أخذته من الريفا، فشفت المكان هنا أنا فارغ شوية قلت لازم أدخل خضار، فجبت هاي البلابات عندي، بما أنه شجرة البلاب مالتي ماتت وقصقصتها وشتلت من جديد، فقلت خل أستغل هذا الفراغ وأخليه خضار شوية لأن يعطينا طاقة إيجابية وروحية وحيوية بنفس الوقت. فشوفوا لي المكان ايش قد طلع حلو كلش مرتب، وهواي عجبني المنظر. فهسه شنو اجى دور بعد؟ اجى دور الاستراحة. لازم هسه اقعد احط الورد يمي او استريح واقعد اشرب فنجان القهوة مالتي. فراح اترككم هسه تكملون الفيديو للاخير، ومشاهدة ممتعة للجميع.